عندما يتحدث رب البرية عنه في آيات الكتاب. وما أعظم أن يكون حديثنا عن القرآن عمن نزل عليه القرآن، ونحن نجمل أنفسنا بأن نعيش مع سيرته صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين هدى ونورا وزاد، ويبقى حديث رسول الله منه وعنه زادا لا ينفد لكل من يريد. هنا تصغي القلوب والعقول والآذان. استقبل إمام الأنبياء، استقبل سيد المرسلين، استقبل صاحب الشفاعة العظمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، مع الدكتور سامي هلال في ضيافة الأستاذ أحمد عبد الظاهر، مع أنقى البشر مع أرقى البشر كما تحدث عنه القرآن الكريم، مع النور الخالد الذي لا ينطفئ أبدا. الرسالة في رمضان، ورتل القرآن.